يا صباح الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم النهارده بقى فيديو جديد، وحشتوني قوي من اخر فيديو نزلته. النهارده بقى الفيديو بتاعي مليان حاجات كتيره كلها مهمه. اول حاجه كده نزلتها معاكم، كنت نزلت الهايبر، جبت زي ما انتم شايفين كده، ما كنتش عارفه اصور قوي، معلش بقى. جبت بامبرز، كان البامبرز خلص من عندي، وبصراحه لقيته غالي في الهايبر، فروحت عند بتاع اللي هو المنظفات والحاجات دي. لقيته عنده ارخص ب 145 جنيه، اللي هي فاين بيبي، بستخدمه على طول وبحبه وما بحبش اغيره. البامبرز مش بيريحني، وهي عامه على حسب بشره كل طفل. وجبت كمان كلوروكس ابيض والوان، وجبت كمان عرض الفيبا ده اللي هو 4 و2. ده عامل 70 جنيه، نزل عليه يعني عرض في الهايبر، فجبت اتنين لانه كل شويه بيغلى، بقى ب90 جنيه بره. وكمان جبت المناديل دي، كانت 6 ب80 جنيه، او ب70 جنيه حاجه زي كده، فجبت قسمتها يعني انا وجارتي وكده، فقلت خلينا ناخد 3 وهي تاخد 3، لان كان اقل 3 تحت بحاجه و50 جنيه. وجبت كمان 2 شويبس جولد، كنت فتحت واحدة والتانية اهي وريتها لكم. وجبت الوايبس دي، قلت تنفعني تحت في العربية وكده، ألمع بيها طابلوه، أمسح بيها ايد عيالي يعني ولادي، ما يجي ياكلوا كده، فقلت يخليها سعرها 15 جنيه مش حاجة. جبت كمان كرتون اللبن دي من جهينة، اللي كانت في العرض ب27 أو ب28 حاجة زي كده، اللتر ونص. جبت الكرتونة كاملة، لأن أنا كده كده زي ما يعني معرفاكم، أنا بستهلك لبن كتير. وولادي يعني عامة في نص اليوم ممكن ياكلوا شاي بلبن بفينو، يسقوا بسكوت، أي حاجة من دي، لو أنا لسه ما عملتش الأكل أو كده. كنت كمان جايبه فينو وجايبه جبن ولانشون، بس ما لحقتش ان انا اصورها، ودخلت بقى معاكم ايه في الروتين على طول. كنت اكلتهم وظبطت الدنيا كده، وقلت ايه وشربنا الشاي كمان زي ما انتم شايفين كده. ما كانش عندي اي مواعين في المطبخ غير كوبايات الشاي بلبن. احنا طبعا انا بقى لي فتره كده شايله السجاد من او من الروتين اللي فات واللي قبله، عماله اقول لكم بقى انا شايله السجاد وغسلاه وكمان بقى بحضر بقى ايه، كاني بالظبط تنظيف الشقه بتاع العيد. كأن العيد داخل علينا، مش سايبه كده ركن في قلب الشقه، وهتشوفوا ده معايا ان شاء الله في الفيديوهات. وباين قوي من صوتي ان انا صوتي رايح جدا. ف على طول كده ايه، قلت حاجة حاجة وهتخلص الشقة كلها ان شاء الله. اول حاجة كده بدأت بالمواعين. بصوا انا في الايام اللي انا بعمل فيها الشقة ما بحبش ان انا يبقى في عندي طبيخ والكلام ده. بحاول ان انا لا اما مثلا والدتي يعني بتعمل اكل بتعزمني على الغدا عندها يعني، او بتجيلي هنا، لا اما مثلا بتاخد ولادي وتجيب لي اكلي لو انا مثلا مشغولة او مش عارفة ان انا اقعد بالولاد وكده، وعايزة ان انا اصور معاكم. كنت قبليها في الروتين اللي قبل ده كنت مورياكم الملوخية دي اللي انا كنت جايباها، كانت ال3 ب10. وفي ناس بتبيعها برضو ال4 ب10. عجبني ورقها وكده، وماما ربنا يخليها ايه يعني قرطفتها لي كلها، وقلت ايه خلاص هقرطفها بعد كده اغسلها واصفيها. الملوخية دي انا هنشفها واخليها، لان الورقة بتاعتها كبيرة وحلوة وعجبتني. فانا قلت بما اني يعني انا في الشارع وكده، انا كنت لسه بصراحة جايبة علبة وانا مسافرة يعني، كنت جايبة علبة بامية اللي هي الويكة، وكنت جايبة علبة اللي هي الملوخية اللي هي الناشفة دي. بس قلت طالما كده كده موجودة، احنا ما بنستغناش عنها. وبجيب على طول الأكياس اللي هي المجمدة. فأنا يمكن دي أكتر أكلة عيالي بيحبوها، يعني الولاد عندي تسألهم أي وقت عايزين ياكلوا ايه، يقولوا لك بامية ملوخية يا ماما ورز، ملوخية ورز، أكتر حاجة بيحبوها يعني. بس انا قلت يعني بما ان انا شفت الراجل، قلت لا خلينا نجيبها كده نعملها مع بعض. بصراحه ماما ايه قرطفتها لي، فقلت خلاص بقى خلينا نغسلها. كنت شايلاها قبليها بيومين، عملت بس نشفت النعناع كده وغسلته معاكم في الفيديو اللي قبل ده. بس دي كنت يعني شلتها في قلب الشنطه وكمان نسيتها. والحمد لله انا والدتي بتقولي لا هي اكيد باظت، فتحتها لقيتها زي الفل، لاني حطاها في الشنطه وما غسلتهاش. طلعتها بقى كده زي ما انتم شايفين. وهنا بقى كمان كانت مشتريات ايكيا، الحاجات دي كلها كانت ناقصاني، فبصراحه جبتها عجبتني. الحاجات دي كان نفسي فيها من زمان، كذا حاجه كده كنت عايزه اجيبهم. كنت جايبه ديسبنسر قبل كده معاكم حاطاه على المطبخ، بس بحس ان هو مش بعرف ان انا استخدمه، حاسه بايظ يعني، برده من ايكيا. المهم ان الحاجات دي كلها كانت اختي راحه وكده، فقلت لها هاتي الحاجات دي معاكي. طقم التوزيع الشهير ده كنت هتجنن عليه. كان الاول بيتباع على بعضه، دلوقتي بقى بيتباع كل قطعه لوحدها. كل قطعه في دول عامله 39 جنيه. الازايز دي بصراحه كنت ماليش حظ يعني في الازايز بتاعه الخل والزيت، بتبقى رفيعه ويا دوبك بتتقلب مني على جنب كده بتتكسر. فجبت دول اللي هم زي بتوع الميه كده بس صغيرين، بس عجبني شكلهم، قلت احط فيهم برضو ايه الخل والزيت، هستخدمهم كل واحد يستخدم الحاجه زي ما هو عايزها.
جبت 2 وجبت الديسبنسر ده. الديسبنسر ده كان عامل 59 جنيه. الازايز مش متذكره قوي سعرها، بس هقول لكم يعني لو محتاجين تعرفوا السعر بتاعها. دي كده كانت المشتريات بتاعت ايكيا، وكان يعني شلتها بقى، قلت خلاص اول لما اجي اخلص معاكم بقيه الشقه والمطبخ احطها بقى على نظافه، اكون يعني ايه، اكون روقت المطبخ كله وشلت طقم التوزيع اللي عندي بقى، المعالق بالحاجات دي كلها، واحط الحاجات اللي هي ايه الجديده. بعتذر لكم بقى جدا عن صوتي، لان انا بقالي يومين والله العظيم ما بنام. تعبانه جدا في الشقه. بنزل اشوف ايه اللي ناقصني وبجيبه. بحاول ان انا لملم في الشقه كده على قد ما اقدر، بحاول ان انا ايه يعني اخرج كل ال الهم اللي جوايا في قلب الشقه، بحيث ان انا ما انشغلش بالتفكير في اي حاجه. عايزه اخلص كل اللي ورايا، وبعد كده اقعد بقى اشوف انا عايزه ايه ومش عايزه ايه، وعايزه اعمل ايه ومش عايزه اعمل ايه. بطلع همي كله فيها بدل التفكير والتعب والكلام ده كله، فمطلعه كل همي. قلت مش هيدخل عليا الشتاء كده الا والشقه دي ان شاء الله زي الفل. اول حاجه بقى بدات بيها كده، خلصنا المطبخ ونقعت الملوخيه كده. الملوخيه هغسلها مره واتنين، بغسلها وبصفيها، وهتشوفوا دلوقتي هنعمل فيها ايه. دخلنا بقى على الاوضه اللي بره دي، اول اوضه. الاوضه دي اللي هي بتاعت محمد، المفروض ده ابني اللي هو الوسطاني. انا معايا بنتين وولد، بنت صغننه وبنت كبيره، ومحمد بقى هو الوسطاني. فانا عندي بقى ايه، انا حماده لازم يتدلع. بصوا الاوضه بتاعته لازم تبقى زي الفل، لان الاوضه دي معظم الوقت بنقعد فيها. فعلى طول يعني احنا مكركبينها له، وهي دي اللي فيها الشاشه. فاحنا على طول مقيمين في قلب الاوضه دي. بحاول على قد ما اقدر ان انا ما اكركبش باقي الشقه، برغم ان انا اليومين دول هتجنن واقعد في الريسبشن، مش عارفه ليه عايزه اقعد بره كده. هنغسل كده مع بعض التندة، وبعد ما غسلت التندة ولقيت الدنيا راقت كده والبلكونه بقى شكلها حلو، عايزه بقى حابه ان انا اخرج اقعد في الريسبشن. دخلت بقى اول حاجه كده على الاوضه، قلت المع وش السرير ده، بحيث ان انا يعني لما افرش الملايه تكون الدنيا نظيفه. الملاية دي انا ما بحبهاش، يعني كنت بحبها كده، وبعد كده مره واحده اتقفلت منها وما كنتش عايزه او ما كنتش ناويه ان انا افرشها تاني. حتى قلت ممكن اوديها الشقه التانية او اعمل فيها اي حاجه. وكمان كنت لاقيه فيها كده ايه، زي لسعتين كده من الجناب، فقلت خلاص مش هنفرشها تاني، هما اصلا مش باينين. ورجعت قلت طالما هي كده كده غامقه، ليه ما افرشهاش، افرشها كده كده بتستحمل معايا الهلك وبتستحمل لو نفرشها بقى. بما ان هي غامقه، يعني غامقه بتستحمل معايا ان احنا نبقى قاعدين، مثلا عندي الصغيره طلعت باكل طلعت بشرب، فيعني مش بتتبهدل بسرعه. فزي ما انتم شايفين كده فرشتها، وكمان بقى فرشت المخدات والخداديات، غيرت كله يعني. كنت حاطه واحده فاتحه بصراحه ما بتقعدش يومين، بحس ان هي اتبهدلت. بصوا انا هنا في الفيديو باينه كنت بنهج والله العظيم. كمان اليومين دول مش عارفه ايه اللي تعبني، يعني حاسه ان انا نفسي قليل قوي ومجهودي قليل. بس برضو اتحديت نفسي كده وقمت اشتغلت، قلت لا خلينا نخلص بقى، بما اني انا هفضل تعبانه مش هقوم، هفضل نايمه يعني كده على نفسي فهتعب اكتر. لا خليني اقوم اشتغل كده، والواحد يحط يعني همه كده في قلب الشقه، وخلينا نخلص كده قبل الشتاء ما يدخل ويهل علينا. ده احسن لي يعني ما اعمل في السقعه وكده. فانا قلت لا خلينا نشتغل كده نبدا مع بعض. بصوا الدولاب كان مكركب، الشنطه اللي تحت دي فيها هدوم. دي الهدوم دي بتاعت ابني يعني وهو صغير. فانا بصراحه في كذا حاجه كده لسه برضو هطلعها، فمش عايزه اشيل او اتصرف في الهدوم دي الا لما اطلع بقيه الهدوم، لما اجي اطلع الشتوي ان شاء الله. فقلت خليها كده زي ما هي تحت في ضلفه التعليق، لان الضلفه بتاعت التعليق اصلا هدومه قصيره، فمش مش يعني مش جايه لحد الاخر، فمش مضايقاني في حاجه، ومش لاقيه لها مكان غير هنا الصراحه. بس الرف اللي فوق ده بقى بحط فيه كراريس الحاجات اللي هي الجديده، اللي انا ايه لما بيحتاجوا حاجه يعني بديهم من الكراريس الجديده دي لما حاجه بتخلص عندهم. رصيت كده بقى تاني، وعرفت انا ايه عندي من الكراسات، وكمان كنت شاريه حاجات فحطيتها برضو. بس ما صورتهاش معاكم. دي كراسات يعني وحاجات لسه فاضل لي برضو ايه بقيه الحاجه بتاعه المدارس لما يدخلوا ان شاء الله، يعني اعرف هم محتاجين ايه واجيبه لهم. بس كده زي ما انتم شايفين بقى ظبطت له ضلفه التعليق دي كلها. وكان في بقى طبعا السوق اللي كان تحت الضلفه ده اللي هو اللعب دي كلها. بصوا كل اللي معاه لعبه بيرميها في اي حته. انا هطلع دلوقتي قدامكم كميه لعب التسريحه والكومودينوهات. وبصوا مش قادره اقول لكم في حاجات قد ايه. والميجر دي انا مطلعه منها بلاوي. فتحت كده بصوا اتصدمت من المنظر بتاع اللي هو الضلفه اللي فيها الهدوم. انا بقيت المفارش زي ما انتم شايفين كده حطاها في شنطه التخزين. فبصراحه مش مضايقاني في حاجه، ولا هي متبهدله كمان، لا نضيفه. يا دوبك بس بلمعها كده تلميعه من فوق الوش. فبصوا كده بقى، يعني تلميعه من فوق الوش لحد بس ما نيجي نروق الدولاب ونطلع الصيفي والشتوي. طلعت بقى هدومه كده والمنظمات بتاعته.
وهبدأ بقى ان انا ايه انظم له كده هدومه كلها، لان دي اكتر ضلفة عندي. رف واحد بس حزين على طول مبهدلهوني كده. يعني يجيب حاجة واحدة بس يفضل يطلع في بقية الهدوم كلها. برضو هنا مرضتش ان انا اطول عليكم الفيديو، يا دوبك ده هما كانوا كام ترنج يعني كده، الترنجات بتاعه الصيفي. وكمان كانت في حاجات في الغسيل فطبقتهم كده على طول، بس عشان الفيديو ما يبقاش ايه طويل عليكم، لان لسه ورانا حاجات كتير بقى ايه هنعملها. هنا بقى لمعت الضلف اللي هي السحابة كده بتاعت الدولاب. برضو كلها اديتها تلميعة كده، وهبدأ بقى ايه ادخل في الأهم. بصوا هنا بقى كانت الصغننة دي كانت عمالة تعيط. بصوا لما بتكون قاعدة معايا بكون انا مستوية، يعني الحاجة اللي هعملها في نص ساعة هي بتخليني اعملها في ساعتين تلاتة. ودلوقتي بقى ماسكالي النظام اللي هو بتاع ايه كأنها لسه صغنونة خالص، اللي هو كل حاجة عايزة تتشال على طول. فانا عايزه ابطلها الخصله دي، وفي نفس الوقت بتصعب عليا كده وقلبي بيوجعني لما هي بتعيط. زي ما انتوا شايفين كده برضو كل كومودينو فتحته، كل درج لمعت المفرش بتاعه، وكمان شفطت كده بالمكنسه. بيبقى فيه تراب كده لازق ما بتعرفيش تطلعيه بالفوطه، او مش بتملكي ان انت تطلعيه بالفوطه يعني. فايه اهم حاجه ان انت تكوني تروحي عاملاه بالمكنسه كده بيشفط، وبيبقى الدرج نضيف يعني بتتشفط التراب ده، وبيبقى الدرج زي الفل. جيت بقى كمان على الشباك كان برضو مليان تراب، فشفطت كده اللي قدرت اعمله بالمكنسه، ولقيتها مش يعني مش جايبه همها يعني. فروحت جايبه كده الزعافه، ومن بره بصوا التراب كان بينزل عمى عيني. احنا على الطريق بره، فبصوا الدنيا بتبقى مليانه تراب. عينيا والله ما كنتش عارفه افتحها. حاولت بقى كده ان انا اظبط الشباك بتاعي كله، وبرده البلتكان الخشب اللي فوق دي خدتها، وكمان التكييف. وبصوا انا بعد ما لمعت برده زعفت الاوضه. بصوا كان التراب والله العظيم بهدلني. فهنا بقى كمان لمعت نفضت يعني اللي هي البلتكانه بتاعت الستاره دي بالمره. وجبت الجلانس بقى، هو يعني كان التراب اللي فيه من بره مش من جوه. الشباك كان بيلمع اهو زي ما انتم شايفين كده قدامكم. عكس البلكونه بره كانت مليانه تراب، يعني كانت لازم تتغسل. الحيطه عندي هنا بقى دابت من كتر الغسيل كمان. فانا قلت لا خلينا كده ايه نحاول ان احنا نظبطه. فعلا خليته زي الفل بالجلانس كده. وكنت جايبه كمان الفوطه اللي معايا دي كان فيها ميه مبلوله، ويعني ايه وعصرتها كده نص عصر. وهنا بقى وانا بعمل التكييف وبنضفه هو كمان وقع مني، فركبته كده تاني اللي هي الغطا بتاعه. دخلت على التسريحه زي ما انتم شايفين كده، كان عليها كوم معرفش ايه ده، كوم زبالة. كل حاجة بتقابلني وكنت برميها في الأرض. مش قادرة ان انا بصوا يعني لما تبقوا زهقتوا خالص مش يعني مش هتعرفوا ان انتوا تفلوا الادراج كده. لا ارموا كل حاجة كده على الأرض، او هاتي جردل او باسكت او اي حاجة جنبك، حطي فيها كل الحاجة اللي في الادراج. بعد كده على رواقة ابقي اقعدي بقى شوفي اللي انت جمعتيه من الادراج ده، وشيلي كل حاجة شوفيها مكانها فين. انما نظام ان انا افضل راحة جاية في وسط الفيديو وانا بصور كده، وكمان الباب بيبقى بصوا المروحة في حتة والحامل بتاع الكاميرا في حتة وكده، ده بيجنني اكتر ان انا بفضل اقفل الفيديو وافتحه تاني. فبصراحة لا ما عرفتش اعمل كده، وهفضل راحة جاية طول الفيديو. فقلت لا خلينا كل حاجة كده اروح شايلاها في قلب الباسكت، او بروح رميها كده على الارض، وبخرجهم بره بقى ايه بجمعهم كده واشوف كل حاجة مكانها فين. وهم كمان بيساعدوني، يعني هم كمان بقول لهم شيلوا ده، تعالي يا منى خدي ده وشيليه كده، وانت يا بادة خد ده ودخله هنا، فاهمين؟ فبقول حتى الصغيرة والله بقت بتشيل معايا كل حاجة. بصوا كده ده المنظم اللي هو بتاع الفانيلات والبوكسرات بتاعته اللي هي الملابس الداخلية يعني. كان مخليه البوكسر المنظم فاضي، والبوكسرات مرمية هي والفانيلات في الدرج كده على بعضها. وتيجي تقولي له بقى هات غيار عشان تدخل تاخد دش، يقول لك تعالى هاتي لي غيار انا مش لاقي. فانا حاجه زي كده بتعفرتني، خصوصا ان هو عنده ما شاء الله، يعني عنده بالذات الهدوم اللي هي الداخليه دي عنده كتير. فبص بقى ما اجي اقول له كده يقول لي ما فيش، ببقى هتجنن. هو اصلا بيحطوا في يوم اللعب فمش هيشوفهم. بصوا كميه لعب يعني خرجت قد ايه من الاوضه. انا كرهت اللعب وكرهت اليوم اللي انا اشتريت فيه لعب، واساسا مش ناويه ان انا اكررها تاني واجيب لعب بعد كده بصراحه. يعني مش كل الولاد بيلموا اللعب تاني من وراهم بعد ما يلعبوا، وانا عيالي بقى لو لموا بيحطوها في الادراج. انتوا متخيلين؟ يعني انتوا اصلا بتزودوا الهم همين. ده انا عندي اوطي المهم، ولا اني افضل الملم كده من كل درجه حبه، ويبقى عندي عبء ان انا هعمل الاوضه، يبقى عندي هروق كل الادراج دي، وكل الوحدات دي هروقها واطلع منها حاجات قد كده عايزه تتشال. ما كنتش لاقي المقشه، فاستعنت كده بالفرشه اللي هي بتاعه السجاد دي، وظبطت بيها حالي كده، بقيت الملم بيها. الاوضه كانت نظيفه، بس هي اللعب كتيره قوي في الارض، والحاجات اللي هي عايزه تتشال وكراريس وحاجات من دي.
فلملمت كده كل حاجة بره، وجبت بقى الشاشة كده كان عليها تراب كتير، فبرضه هلمعها كده معاكم. وبعد كده بقى ايه، نشوف الأرضية دي هنعمل فيها ايه، ونشوف بقية الشقة دي. مش باين لها والله أول من آخر، بس برضه أنا بحاول إن أنا أشجع نفسي، وبتشجع اكتر بيكو والله. بصوا، انا النهارده مش قادره اتكلم، حتى بقالي كام يوم مصوره اكتر من فيديو، ومش عارفه انزل حاجه بسبب صوتي، ان انا مش عارفه اتكلم خالص، صوتي رايح. ويعني زوري تعبني كده، ودراعاتي الاتنين وجعوني والله العظيم قوي، من كتر ما انا هلكت نفسي قوي في قلب الشقه. بصوا، وانا يعني لو على التصوير او ان انا هعمل عشان التصوير، فانا بعمل براحتي بصراحه، ما بحبش ان انا عشان التصوير افضل هد حيلي. انما انا كمان المشكله ان انا عندي كمان الميه هتقطع في قلب العماره اللي انا ساكنه فيها، بتاع حوالي 4 أو 5 ايام. فبصوا بقى، كون ان انا شايله الشيله دي وشايله سجاد وشايله ستاير وكده، والشقه بتاعتي يعتبر قرعه كده، فحاجه زي كده مضايقاني قوي، ان انا هفضل قاعده كده، وكمان الشقه متبهدله ومتكركبه. فقلت على الاقل خلينا نخلص ايه من الجزء اللي هو اللي بره، اللي هو اللي مكشوف يعني قدام الناس. ورجعت بقى تاني للمطبخ كده، اديت اول شطفة للملوخية دي، وبعد كده ايه، نزلت زي ما انتوا شايفين كمية طينة او تراب، انت هتحسي ان هي لا نضيفة، لا هي بيبقى مستخبي جواها، بالذات الاوراق اللي هي الخضرة دي. بيبقى مستخبي جواها كمية طينة وتراب رهيبة. فهتنقعيها مرة واتنين بمية بس فترة، يعني انت اهم حاجة بس ان المية بتاعتك ما تكونش سخنة، عشان ما تدبليش ايه الورق بتاع الملوخية بتاعتك، او اي خضرة او اي حاجة يعني لونها اخضر بتدبل بالمية السخنة. كده روحي خلي منها تحط لك تاني، ولا حطي لي. فهنا بقى انا قعدتها تاني، كانت اول تاني شطفه اهي ليها. وبرده هتشوفوني بقى طلعتها صفيتها، وما رضيتش برده ان انا اطول عليكم الفيديو. طلعتها وصفيتها كده على المصفى، وبعد كده نزلتها زي ما انتم شايفين اهو. حطيت ورقه من اللي هو البلاستيك اللي هو بتاع المشمع، اللي هو بتاع الاستخدام، اللي هو مره واحده ده. قطعت واحده كده وفتحتها وايه، ورصيت عليها الملوخيه وفردتها كده بحيث تنشف. انا مش هجففها يعني بشوربه، انا هجففها كده زي ما انتم شايفين. فانا هجففها تبقى يعني هنشفها خالص، هحطها كده. وشغلت برضو جنبها المروحه، وبحيث برضو ان المروحه ما تطيرش ايه الورق، يعني ما تصدريش المروحه عليها، بدل ما ترجعي تلاقيها كل ورقه في حته، تلميها ورقه ورقه. فانا حطيتها برضو كده، وفي مكان ايه فيه تهويه. كان جه عليا الليل بقى، كان عندي فرح الاول، حضرت الفرح ده، وبعد كده ايه رجعت كده على البيت، قلت تحت بيتي قهوه وكده، فيعني كلمت الناس اللي تحت بحيث ان انا اعرف ان انا ايه اغسل التندة كده بالليل. التندة كان فيها كميه تراب متحوشه، تعالي، كان فيها كميه تراب مش قادره اقول لكم. بصوا انتوا شايفين بعينكم اهو، جبت الزعافه كده وفتحتها وايه، وحاولت ان انا ايه يعني ازعف التندة كلها، وهنزل بقى كل التراب ده. بعدها جبت الموب ده، اللي هو الفرشة يعني بتاعت الموب اللي انا كنت شارياه، اللي ملوش اي 30 لازمة جوه ده، وطلع بايظ. فقلت استخدم بقى البتاعة بتاعته دي، الممسحة دي بتبقى حلوة قوي. فجبت كده، هنا كنت جايبة جردل كده فيه ميه باريال، حبه اختي كده صغيرين وميه. وحاولت بقى ان انا ادعكها على قد ما قدرت، وكمان كانت متبهدله من فوق، فانتوا تحسوا ان يعني الشكل يبان من جوه ان التراب فيها من جوه. فهنا بقى غسلتها مرة واتنين، وبعد كده رحت جايبة ايه مية تانية، طبق يعني فيه مية تانية كده، مية نضيفة خالص. ورحت برضو ماسكاها كلها. طبعا كل ده كان حوالي الساعة 2:30 بالليل 3. بصوا في الروقان كده، عشان خاطر ايه يعني لو حد معدي، حد ماشي، محدش يعني ايه يتبل او توقعي مية على حد يعني. فهنا بقى كنت ايه، ما كنتش عارفة اشيل السجادة اللي انتوا شايفينها دي، لانها تقيلة، هي باينه لكم هنا صغيرة، ده كان الجنب بتاعها. فالحمد لله يعني انا ما نزلتش حاجة عليها، لاني انا بعمل يعني التندة بعيدة قوي عن السور بتاعي. فحاولت بقى على قد ما قدرت كده ان انا اعمل بالموب، ما قدرتش ان انا ايه اطلع كل الحاجة اللي فيها. مع ان انا يعني كنت مفكره ان التراب ده من الطينه دي من جوه، طلعت هي اصلا من بره. يعني انا عماله ادعك كده، جبت الزعافه كمان وبليتها، وقعدت ادعك فيها كده كانها مقشه عشان تبقى طويله يعني معايا. بس برضو ما طلعتش، وطلع اصلا كل اللي جوه عندي نضيف. واللي بره ده هو اللي يعني ايه باين فيه وساخه بره. فانا مش هعرف ان انا يعني اغسلها من فوق، غير لما بيكون بقى حد من الجيران او كده بينشر حاجه، فهي بتاخد حتى كل التراب اللي من فوق ده، بس هي عايزه تتغسل يعني. بس الى حد ما كده كويسه، بحيث ان هي ما تدخلش عندي تراب. السجاده دي ما كنتش عارفه اشيلها عشان تقيله جدا عليا. الحارس هو اللي كان حارس العماره، يعني هو اللي كان ناشرها لي. فانا ما كنتش عارفه ان انا ايه اشيلها لوحدي، فكنت مستنياه وكده ان هو يطلع ايه يشيلها لي. ظبطت بقى كل البلكونه كده زي ما انتم شايفين.
كنت التند دي كانت حمل على قلبي كبير قوي، كنت نفسي اعملها بقالي فتره كبيره. فالحمد لله ان انا عملتها كده عشان تبقى كل الدنيا نظيفه، وكمان نعمل البلكونه وندخل بقى بعد كده على بقيه الشقه جوه. يا ريت بقى لو اول مره بتشوفيني تنزلي تحت تدوسي على علامه الاشتراك وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اي فيديو جديد انا بنزله. ولو مشتركه بقى معايا في القناه تنزلي تحت تحطي لي لايك الحلوه بتاعتك دي عشان خاطر دي اكبر دعم منك ليا. وبتمنى يكون الفيديو عجبكم واكون خفيفه على قلوبكم. بصوا انا مش بحاول والله العظيم على قد ما اقدر ان انا اقلل في مده الفيديوهات، مش عايزه ان انا تكون كبيره. فهنا بقى خلاص كانت التندة كده كنت بوريها لكم، ده الشكل النهائي بتاعها. ندخل بقى على السيراميك. بصوا هو كان يبان كده عشان هو لونه فاتح، يبان ان هو ما فيهوش اي حاجه، بس هو لما احط ايدي كده عليه احس ان فيه تراب. وانا بعد كده يعني عايزه استفيد بالبلكونه دي، عايزه اعمل فيها حبه ديكورات كده واغير فيها شويه عشان لما اجي اقعد فيها يعني. فقلت لا خلينا بقى نظبطها كده ونغسلها غسله نظيفه، وبرده تبقى نظيفه قبل ما نخلص وندخل على جوه. فبرده بنفس الموب كده وميه باريال جديده عشان اللي التانية دي كانت اتبهدلت خالص، فلو حطيتها على السيراميك الفاتح ده كانت يعني هتسوده وهضطر ان انا اغسلها بعد ما بخلص كده عشان فيها تجزيعات. فالموب ما كانتش جايباها، جبت فانيلا كده اللي هي القطن اللي هي القديمه دي، ورحت بقى هنا كانت النور اتطفى غصب عني، النجفه دي بتعمل كذا كذا لون يعني. جبت فانيلا بقى اللي هي القطن دي تتشرب كل حاجه، وبليتها ميه نظيفه خالص. كنت جايبه طبق برده فيه ميه نظيفه ولفتها كده على المساحه بحيث ان انا اتاكد ان كل حاجه التراب نزل من عليها. بصي كنت كل ما اجي عند الفيشه بتاعه المفتاح بتاع الكهرباء يعني تغير اللون بتاع الاضاءه. فهنا بقى خلاص كده كنت بفنش فيها يعني. كمان عملت السور ده كده، وبعد كده هجيب الحروف. بصوا كنت عملت هنا الجزء ده كان بقى بيضوي كده بقى بيلمع، وعملت الجزء اللي هو فوق السور. وهنا بقى عندي واحده قروبه وانا بسجل لكم الفيديو بتحط روج. تعملي ايه؟ تحطي ايه؟ هضربك لا هضربك هتحطيش كده تاني ماشي. فهنا بقى كانت جبت الروج اهو منها. لا خلاص حطينا. انا عندي ميرا بتعشق الروج، يعني عايزه 24 ساعه تحط روج. اتمنى بقى يكون الفيديو عجبكم، وهي كده رخمت فمش عايزه اطول اكتر من كده عشان العياط والزن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.